تمام. الأول هو يوسف من عشرات السنين هو في الناس. كان الصف المسيحي متفرغ ومشرذم. أول حاجة عملها إنه جمع الصف المسيحي على قلبه هو. فكان لازم يرتب البيت الأول، بيته رتب في الكنيسة، وانتقل للمرحلة الثانية بروحه الجميلة وقلبه السمع قدر يوحد المسلمين والمسيحيين في بلاد، لدرجة إن بقى في ناس واقعة في النص لما البيت ما عادوش عارفين هم مسلمين ولا مسيحيين. والفضل لربنا والقضاء الأمر هو اللي وحد المسلمين والمسيحيين في مكان واحد. وانا قولها لك على الملأ يا ابونا، قولها لك على الملأ يا ابونا وبصوت عالي. انني اراك رمزا منه وطن ووحدة هذا الوطن وكثيرا للمحبة والسلام. قولي تاني يا كريم. كلام أكثر منه كثير. إن كان هناك شيء خير فهو عمل الله وليس عمل الإنسان. هو دائما عمل الله هو اللي بيده، ودائما الإنسان بيضع هدف أمامه، وهدف هو أن يرضى ربنا. ما يحدث الآن في إسرائيل ليس هو أرضاء الله. ممكن الأخ دكتور من الإنجليزي قال عليهم محمد علشان أوضح لكم بعض الحاجات يمكن بعض تاريخيا ودينيا إن هو ربنا بيقول قبل بداية الكلام احنا جايين علشان ندعم قرارات مصيري ونؤيد كل ما يفعله بالنسبة لمصر والقضية الفلسطينية. النقطة الثانية اللي يمكن الناس ما تذكرهاش وبيجهلها، هدف التهجير هو القضاء على دولة نهائية، والقضاء على المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان. يوم ما حدش قادر يتكلم فيه، لكن الهدف الأساسي هو بناء هيكل سليمان، ومش هيتبني حسب نصوص الكتاب المقدس، لأن السيد المسيح قال لهم لا ينقض حجر على حجر أو لا يبقى حجر على حجر إلا وينقض في الهيكل. ودمر الهيكل تماما سنة 70 ميلادية، وهجر الشعب الإسرائيلي من إسرائيل إلى شتات العالم كله، ولم يجتمع هذا الشعب يعود مرة أخرى وتقام دولة إلا سنة 84 ميلادية. يبقى هم اللي بيسعوا إليه، لأن السيد المسيح قال لهم لا يبقى حجر على حجر في الهيكل إلا وينقض إلى الأبد، يعني حتة النقوم تاني مش هقول. لكن إحنا الدولة بتقول مفيش تهجير علشان نحافظ على الوضع القائم كدولة، والوضع القائم دينيا ألا يهدم المسجد الأقصى وأن يقام الهيكل مكانه. ده الأمر الأساسي. هم دايما ينظروا ان هم شعب الله فقط، ودي فكره خاطئه. ليه؟ لما ربنا قال لهم انا هعمل معاكم عهد شعبي، قال لهم بشرط. الشرط ده ان انتم تتمموا فرائضي. لا يوجد فرائض في اسرائيل الان. خلي بالك. الفرائض في اسرائيل كان عندهم الهيكل موجود وتقدم ذبائح، عندهم 5 ذبائح تقدم في الهيكل. مفيش هيكل ولا في ذبائح ولا كل من يقومون عن الذبيحه اللي هم كهنة اليهود، وكل ده موضوع